الباز كان بيبيع حلويات في المدرسة و100 جنيه بس غيرت حياته. وإسلام سعد من قرية صغيرة بقى براند عالمي للنجوم. أما البدري فده بقى أغنى شاب في مصر، وسر ثروته في اللي بيعمله دلوقتي. أغنى 5 شباب في مصر إزاي بدأوا حياتهم وعملوا ثروة قد إيه من شغلهم وإزاي وصلوا للعالمية. كل دي تفاصيل هتعرفوها معانا في الفيديو ده. لو فاكر إن نادي المليونيرات ده بس محجوز للناس اللي شعرها شاب أو اللي ورثوا ملايين من أهاليهم، تبقى محتاج تعيد حساباتك من تاني، لأن في شباب مصريين كسروا القاعدة دي ودخلوا عالم المليارات وهم لسه في عز شبابهم. والبداية من قلب الصعيد في بني سويف اللي طلعت شاب اسمه إسلام سعد. اتولد في أسرة بسيطة جدا وكان عنده هدف واحد: أكلها بالحلال واعتمد على نفسي. إسلام لف وجرب شغلانات كتير بس عينه دايما كانت على تصميم الملابس. بدأ يرسم يصمم ويجرب في نفسه في أصحابه لحد ما بقى عنده ستايل خاص. والنهاردة إسلام مش بس مصمم أزياء، ده البراند اللي بيلبس منه أكبر فنانين ولاعيبة كورة في الوطن العربي، وده على حسب مصراوي. نيجي بقى لمصطفى قنديل، فده شاف المشكلة اللي بنعاني منها كلنا: الزحمة والمواصلات. بدل ما يشتكي قعد هو واصحابه فكروا ليه مفيش تطبيق يلمنا كلنا في باصات نظيفة وبسعر حلو. وفي شهر واحد بس طلعوا بسويفل. التفكير كان سابق سنه، وفي أول سنة جمعوا استثمارات ب9 مليون دولار والشركة كبرت ووصلت لدبي والعالم كله. مصطفى أثبت إن الفكرة الصح هي اللي بتعمل المليارات، وده على حسب سكاي نيوز. نروح بقى لملك الحلويات والرز بلبن اللي جنن مصر كلها: مؤمن عادل. مؤمن كان حلمه يبقى دكتور بشري بس تنسيق وداه طب بيطري، لكن مؤمن ما سكتش وقرر يفتح محل صغير متر في متر في اسكندريه سنه 2017. المحل ده كان وش السعد عليه وبدات الناس تقف طوابير، والنهارده بلبن اكتر من 120 فرع في الوطن العربي كله. متخيل؟ من متر واحد بس ل 120 فرع، وده على حسب المصري اليوم. نيجي بقى لملك المشويات احمد الباز، وده بدا تجارته وهو عيل بيبيع حلويات لزمايله في المدرسة. كبر واشتغل في العربيات وبعدها فتح مطعم صغير وفشل، بس الباز ما بيعرفش اليأس. غير الاسم للكبابجي وقرر يطور نفسه، وده على حسب صدى البلد. والسر اللي قاله للكل: 100 جنيه طلعها صدقة لربنا من زمن، بعدها الرزق انفتح عليه من وسع. ومن طنطا للقاهرة للساحل وحتى السعودية والإمارات، الكبابجي بقى علامة مسجلة للنجاح. وآخر واحد معانا هو الشاب اللي قلب السوشيال ميديا بعربياته: محمود البدري. محمود عنده اسطول عربيات لامبورجيني، بورش، ماكلاري، وده على حسب مصراوي، حاجات مش موجود منها في العالم غير قليل. بس محمود مش بس بيركب، ده بيشتغل بيهم كمان، وعمل شركة لتأجير السيارات الفارهة للملوك والأمراء والشركات الكبيرة، وبيحقق دخل شهري بيوصل ل5 مليون ريال سعودي. يعني حول هوايته وحبه للعربيات لبزنس، وده على حسب مصراوي. والحقيقة إن ال5 شباب دول قصصهم مختلفة، بس المشترك بينهم هو السعي. مفيش واحد فيهم استنى الفرصة، هم اللي صنعوها. ودلوقتي قول لنا ايه المشروع اللي نفسك تعمله وتدخل بيه نادي المليارات؟